مرحبا بكم من جديد. عودة مرة أخرى إلى ضيوفنا الكرام وإلى ضيفنا الكريم السيد حسين المرعبي لتكمل وجهة نظرك فيما يتعلق بالهيئات المستقلة. سيد تفضل. نعم، الهيئات المستقلة كما قلنا بأن وجهة نظر مجلس الوزراء كانت مع أن تكون تبعية هذه الوزارات من الناحية الإدارية، لأن تعلمون بأن هذه الدولة مؤسساتية، ويجب أن تحكم هذه المؤسسات بنظام وفق الأسس المالية والمحاسباتية، لا يعني التدخل بكل عمل وتفاصيل عمل هذه المؤسسات، ولكن ضبط المؤسسة من حيث التصرفات وغيرها المالية. وضربنا يعني كنموذج، يعني البعض يتحدث عن أنه لو كانت لها ارتباط بمجلس الوزراء نعم. أو برئيس الوزراء لكانت سميت هي الأخرى وزارات. نعم. وفيما يتعلق بضبط الإيقاع بالنسبة لهذه المؤسسات لم يكن ماليا وإداريا، بل تجاوز هذا الموضوع إلى قضايا أخرى تنظيمية. نعم. كمثال على هذا السلوك يقال أن المالكي طلب، يعني على سلوك لربما المسك بجميع الخيوط، أن المالكي طلب إقالة صالح المطلق بدون العودة حتى إلى حلفائه القريبين في التحالف الوطني. ما تعليقك؟ يعني احنا بالنسبة لموضوع الأقاليم أيضا ما جاوبنا عليه. موضوع الأقاليم كانت وجهة نظر، يعني وهذه الوجهة النظر نحن نتفق أيضا مع الأخ المالكي، وهو كرئيس وزراء مسألة طبيعية يتخوف من قلق موجود، وأنا أيضا أذهب إلى هذا الرأي أن قضية الأقاليم مع وجود الاختلافات على بعض الأقضية وبعض النواحي مناطق متنازع عليها راح تؤدي إلى أزمة داخلية، ولعل تتحول هذه الأزمة إلى حرب. حينما يتحدث السيد حسين المرعبي عن نعم. تخوف من هذا الموضوع، نعم. يمكن أن يكون لصوت تأثير في مجلس النواب. نعم. ويمكن لصوت رئيس مجلس الوزراء أن يكون له تأثير في مجلس الوزراء. لا يستطيع لا رئيس نعم. الوزراء ولا غير نعم. رئيس الوزراء، هذا حق دستوري مكفول للمحافظات، ولكن من حق أي إنسان يعطي رأيه. لكن هناك من يقول أن صوت رئيس الوزراء هو الأعلى بغياب النظام الداخلي لمجلس الوزراء. سيد الشخص رئيس الوزراء هو شخص من منظومة اللي هي مجلس الوزراء، ليس من حقه أن يقرر قرار إلا بآلية التصويت اللي مضمونة ومكفولة في الدستور. حتى قضايا اللي ترتبط بوجود أو عدم وجود النظام الداخلي، اليوم القرار هو قرار الجميع، وكل اليوم مجلس الوزراء فيه كل المكونات، لم يحكم من شخص واحد. فبالنتيجة النهائية عندما يعبر رئيس الوزراء عن مخاوف موجودة، هذه لا تعني أنه هذا قرار من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء، لا، وجهة نظر هو قالها أيضا، قال أنه أنا هذا الموضوع ليس دفاعا عنه حقيقة، لأن أنا أيضا أتفق وياه بالرأي، يعني قال بأن هذا الموضوع راح يؤدي إلى مشاكل بين أبناء البلد الواحد ونزاعات على، وفعلا طالبت بعض الأقضية والنواحي الانفصال عن صلاح الدين، قضاء بلد طالبوا وطلعوا تظاهرات. فقط للتذكير، يعني من طالب بأن العودة إلى بغداد وما سمي بفك الارتباط هو قائم مقام بلد، بينما مجلس قضاء بلد مجلس قضاء بلد صوت بالأغلبية لصالح البقاء مع صلاح الدين. يعني هذه قضية إشكالية. على أي حال احنا سيد، هناك رأي يقول أن القوى السياسية الشيعية باتت لا تمانع من قيام حكومة شيعية مستبدة، خصوصا بعد الانسحاب الأمريكي. لا، هذا الرأي غير صحيح، وأنا أعتقد أن التقرير اللي تفضلوا الأخوة منظمة هيومن يعني كان تقرير، يعني أنا أقول بعين واحدة، لم ينظروا بكلتا العينين، يعني نظر بعين العراقية مثلا. لا 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 لم يكن حقيقة يعني مستند إلى أدلة، وكان فيه اجتهادات كثيرة، وأيضا فيه ميل يعني للأسف إلى جهة دون جهة أخرى. يعني أنا أميل إلى السجناء ولا أنظر إلى ضحايا الإرهاب، 2300 وكسور شهيد و10,000 وكسور جريح، والكثير من الأرامل ملايين، والأيتام هاي فقط في 2011. هذا لم يذكر في تقرير منظمة هيومن، مع احتراماتنا إلى منظمة عاملة وناشطة في مجال حقوق الإنسان، ولكن معلوماتها للأسف الشديد منقوصة ولا تستند إلى معايير صحيحة وإلى أدلة، حتى فيما يرتبط للسجون السرية. أما موضوع قضية نعم القوى الشيعية والاستبداد، سؤالكم قضية لم ولن يحصل هذا الأمر، ولعل التاريخ الشيعي معروف بهذا الصدد، والشيعة لكن يعني هناك من يقول أن التلويح بحكومة الأكثرية هو لاضطهاد طائفة أخرى. حكومة الأكثرية لا تعني يعني حكم الشيعة على السنة أو كذا، لا، هاي حكومة أغلبية.